فيلمنا بيبدأ مع هانسن وهو بيجري في الشارع ولابس شورت بس، وبيبقى هربان من وحش بيجري وراه وبيحاول يهرب منه، وبيطلع على سطح بيت جنبه، لكن الوحش بيوصل له وبيكون السبب في ان هانسن بيقع من على السطح، وبيبان عليه انه مجروح بسبب مخالب معلمه في جسمه. وبيقول هانسن ان جده زمان كان بيحكي له ان في فصيله مختلفه عن البشر، والفصيله دي اسمها يوجانج، كائنات بتقدر انها تاخد اشكال بشريه وتتفاعل مع البشر الحقيقي، لحد ما ظهرت منظمه عشان تقدر انها تفصل البشر عن اليوجانج وتمنعهم من اتخاذ الشكل البشري او الاختلاط بيهم، عشان اليوجانج تحمي نفسها من البشر ودمهم يفضل نقي. وبيحكي هانسن ان العالم كان هادي لحد ما راح في يوم ميعاد مع بنت ما كانش شافها قبل كده، ومن بعدها العالم اتغير تماما، وان حياته كانت بسيطه، وكان شغال في حديقه حيوان لحد ما الحديقه اتقرر انها تتقفل، وكان مضطر انه يدور على شغل جديد، ودي كانت حاجه صعبه جدا بالنسبه له بسبب قله فرص العمل الموجوده في مدينته. وبيجي له مكالمه من والده اللي في المستشفى وبيحذره من حد معين بيدور عليه، وبيقول له يخلي باله كويس وما يخليهاش تلاقيه. وبيكون والده سارق الموبايل من ممرض، وبيمسكوه الممرضين عشان يدوا له حقنه مهدئ بعدها. وبيجي تاني يوم وبيروح هانسن ميعاد مدبر من خلال برنامج مواعده، وبيكون مستني واحده عارفها من صورتها بس اللي على بروفايلها، لكن بيلاقي قدامه بنت احلى بكتير من الصور، وبتقدم نفسها ان اسمها بي اللي هو مستنيها، وبيبقى تصرفاتها غريبه وعطشانه جدا لدرجه انها بتشرب من حوض السمك اللي جنبها، وبتقول انها انسانه مش طبيعيه وانها بتتحول لثعلب. وبيبقى هانسن مش مركز معاها لانه بيشوف ناس ليهم عنده فلوس واقفين في نفس المطعم، فبيقوم فورا عشان يستخبى في الحمام، لكنه بيلاقي زعيمهم موجود اصلا في الحمام، وبياخدوه بره المطعم وبيقولوا له ان معاه مهله عشان يردوا لهم فلوسهم، والا هيندم على اليوم اللي استلف منهم الفلوس فيه. وبيبقى في واحد منهم بيحاول انه يخوف هانسن، فبيطلع ايده وبيقطع صباعه قدامه وبياكله، وبعدها بيسيبوه وبيمشوا. وما بيرجع بيته بيلاقي ان بيه موجوده عنده، وبتكون مصممه انها تقول له ان وهي صغيره كانت ثعلب ابيض، وانه انقذها زمان اما كان في مجموعه اطفال بيحاولوا يأذوها وهي ثعلب، وهو اللي حماها منهم، وساعتها اتصاب بحرق في صدره. وبيرفض هانسن يصدقها، فبتقول له انها قادره تثبت له عن طريق انها هتتحول قدامه لثعلب ابيض كبير، وبتحاول انها تتحول قدامه لكن مش بتقدر، فبتطلب منه ازازه ويسكي عشان الشرب بيساعدها على التحول، وبتفضل تشرب كتير لحد ما بتسكر. وساعتها بيتصدم هانسن وهو شايفها قدامه بتتحول فعلا لثعلب كبير، ومش بيقدر يتحكم في تصرفاته، فبيحاول يهرب من قدامها، وبتمسكه بيه بمخالبها من هدومه، فبيقلع هدومه وبيتجرح في رجله، وبيطلع من بيته جري بين الشوارع عشان يهرب منها. وساعتها بيظهر اخبار للمنظمه اللي بتمنع الاختلاط بين الياوجانج والبشر بان في حد اتحول لشكله الحقيقي وبيجري في الشوارع، وبتكون بيه سكرانه وبتحاول انها توصل لهانسن اللي بيطلع على اقرب سطح ليه وبيستخبى فيه، واما بيحاول يهرب بيلاقي بيه واقفه قدامه، فبيخاف وبيقع من على السطح. وساعتها بيظهر هونج رئيس المنظمه وبينقذه من الموت هو والفريق بتاعه، وبيطلعوا نحل الكتروني من الشنطه اللي معاه، وبيكون مسؤول عن مسح الذاكره لاي حد في المدينه شاف الثعلب الكبير. بمجرد ما النحله بتقف على الانسان بتمحي جزء من ذاكرته عشان ما يفتكرش اللي حصل، وبيقف على زعيم العصابه ورجالته بيخلوهم ينسوا كل اللي حصل في اليوم من اوله، وبكده بيكونوا نسيوا انهم قابلوا هانسن الصبح وضربوه. وقبل ما النحله تقف على هانسن نفسه عشان ينسى اللي شافه بتمسكها بيه في ايدها بعد ما بتتحول لانسانه تاني، وبتقول له هونج انها بتحب هانسن وعايزه تتجوزه حتى لو كانت جريمه كبيره، وبتمنعهم من مسح ذاكرته، فبيضطروا انهم ياخدوها وبيرجعوا بيها على المنظمه تاني، وبيسيبوا هانسن واقع في الارض وهو لابس شورت بس بعد ما بيعالجوا الجرح اللي في رجله. وما بيصحى الصبح بيكون مصدوم من اللي شافه، وبياخد اقرب هدوم جنبه عشان يرجع البيت بتاعه، وهناك بيقابل زعيم العصابه تاني اللي بيعيد نفس الكلام اللي قاله قبل كده، فبيتاكد هانسن انه ما كانش بيحلم واللي شافه حصل فعلا، وبيترعب وبيقول للزعيم انه اتجنن وشكلها جينات في العيله وهيدخل المستشفى زي ابوه. واما بيجي واحد من العصابه عشان يخوفه ويقطع نفس الصباع تاني بيساله هانسن ازاي صوابعه بتطلع بسرعه كده، وبيكون اصلا الراجل معاه ايد لعبه بيخوف بيها الناس وانها مش ايده الحقيقيه. وبتظهر لهم بي من تاني في بيت هانسن وبتروح ناحيته بسرعه عشان تتاكد انه فاكرها وما تمسحلوش الذاكره، فبيقول لها انها الثعلب الابيض، فبترتاح وبتكمل كلام مع العصابه. واما بتلاقيهم عايزين يؤذوا هانسن بتحول وشها لوش ثعلب وبتخوفهم عشان كلهم يجروا من قدامها، واخبارها بتوصل للمنظمه من تاني برضه، وبيؤمر هونج باطلاق النحله عشان يمحي ذاكره العصابه لتاني مره. وقبل ما النحله توصل لهانسن بتقتلها بيه، وبتقول له انها بتحبه وعايزه تتجوزه لانه الوحيد اللي طيب ويستحق جوازها منه، وانها مش هتسيبه ابدا وهتفضل معاه مهما حصل. وبيكون هانسن مرعوب منها وعايز يهرب منها باي شكل، فبيمسك عصايه وبيقول لها انه هيلعب معاها لعبه، وهو انه يرمي العصايه وهي تروح تجيبها، وبيرميها بعيد من ناحيه وبيهرب من الناحيه الثانيه، فبتجيبها له بيه بسرعه عشان يكمل لعب معاها، فبيرمي تاني مره طوبه بعيد جدا عشان يتوفر له وقت يقدر يهرب منها بسهوله. وبسبب ان بيه مش بتتعرض للمحاكمه بيجي واحد اسمه المفوض يون للمنظمه وبيسال هونج عن سبب تعرض بيه للمحاكمه مع انها كسرت القواعد وظهرت بشكلها الحقيقي في العالم البشري. واما حد تاني بيحاول يشرح اللي حصل بيضربوا رجاله يون لانه مستني الرد يبقى من هونج نفسه، فبيقول له هونج انه هيدور فورا على بيه ويقدمها للمحاكمه بنفسه. وساعتها بيكون في اتنين من حراس هونج بيتكلموا سوا عن اللي بيحصل، فبيتعصب يون وبياخد واحده فيهم وبيعاقبها عن طريق انه يحقنها في جسمها بماده بتخليها تتعذب، وبعدها بتضرب بمسدس بيحولها لشكلها الحيواني وبتتحول قدامهم لقطه صغيره، وبياخدوها وبيقول لهم يون ان لازم يتمنع اي اختلاط بينهم وبين البشر
عشان يحموا دمهم النقي من التلوث. وبيكون هانسن ساعتها فاكر نفسه انه هرب من بي، وبيبقى قاعد في مطعم مع بنتين، واحده منهم بتطلب انه يتجوزها عشان يبقى مسموح ليها تعيش في البلد والا هيتم ترحيلها، وهيدوله الفلوس اللي هو عايزها يسدد بيها ديونه. وقبل ما يرد عليهم بتظهر بيه قدامهم وبتقول لها انها مراته، وبتخليهم يمشوا فورا، وبتساله عن سبب كرهه ليها، فبيقول لها انها وحشه اصلا وما ينفعش تبقى معاه باي شكل، وبيتمنى لو تختفي من حياته تاني. وبيلاقيها مشيت من قدامه، فبيروح على بيته وبيقابل ساعتها يون بنفسه، واما بيشوفه كالعاده بيخاف وبيحاول يهرب منه، لكن رجاله يون بيحاصروه وبيحكي له يون ان من الاف السنين نزلت سفينه فضائيه على الارض، وكانت السبب في ان الجينات الخاصه بالحيوانات والبشر تتغير، لحد ما ظهرت فصيله جديده اسمها الياو جانج، وهي فصيله تجمع بين البشر والحيوان، ودول عايشين وسطنا عادي بدون ما ناخد بالنا منهم، وان اندر الانواع هو نوع الثعلب الابيض، ومحتاجين مساعدته في القبض على بي. وبيقول انه لو ساعدهم هيديله فلوس كتير مقابل مساعدتهم، وبيديله حقنه فيها ماده لو حقن بيها بي في رقبتها هيقدر يسيطر عليها على ما هم يجوا ويقبضوا عليها. وبيفضل هانسن ماشي في الشارع وبيفكر في اللي هيعمله، وبيلاقي ان بي بتشتغل عشان تلم فلوس وتديها له عشان يسدد اللي عليه، وما يضطرش انه يقابل اي بنت تاني غيرها لانها بتحبه. وبيفكر انه يحقنها في رقبتها لكن بيرجع في كلامه، وبيقعدوا هما الاثنين سوا، وبيقول لها ان في حياته الجايه لو روحه يعني دخلت في جسم واحده ست هيتمنى انه يشتغل في الملهى المشهور اللي قدامهم، لان ساعتها هيبقى معاه فلوس كتير ويقدر يصرف منها براحته. فبتسيبه بيه وبتروح على الملهى ده عشان تشوف اللي بيحصل فيه، واول ما بتدخل بتكون مديره المكان فاكراها ضمن طقم الملهى وبتديها هدوم عشان تلبسها، وبيدخلوا اوضه خاصه عشان يخدموا اللي فيها، وبيفضل هانسن يدور عليها في كل مكان وبيكون متاكد انها طلعت الملهى، وبيدور فيه كله عشان يلاقيها ويسحبها بالعافيه من ايدها، وبيقول لها انه مش مسموح ليها تبيع نفسها عشان واحد زيه، وانه لو كان عايز فلوس كان سهل من الاول انه يحقنها بالحقنه اللي معاه، وبعدها ياخد اللي عايزه من يون اللي عرض عليه كده. فبتفهمه بيه ان يون من نفس فصيلتها وعايز يقبض عليها لانها حبت بشري وبس، وبيتاسف لها هانسن عن اللي عمله وما بيحقنهاش لانه بدا يحبها فعلا حتى وهو عارف انها ثعلب. وساعتها بيرجعوا هما الاثنين لبيته، وبتجرح بيه ايدها هي وهانسن وبتمسكه من ايده وبتقول له انهم كده اتجوزوا خلاص وبقوا دم واحد وعيله واحده، ومش مسموح ليه انه يقابل اي بنت تاني باي شكل وهيبقى ليها لوحدها، وبيقضوا ليله سوا وبيكونوا مبسوطين جدا. واما بيخرجوا من بيت هانسن بيلاقوا يون محاصرهم من كل مكان وطالب من بيه انها تسلم نفسها والا هيقتلها، ومش بتكون قادره تتصرف ولا تهرب لان هانسن مش سريع زيها، لحد ما هونج بيتدخل وبيحاول انه يلهي يون باي شكل ويؤمر بيه انها تهرب، لكن يون بيكشف خطته وبيضربه بالمسدس اللي بيحول الياو جانج لشكلهم الحيواني، وبيهددوا بقتل هانسن لو بيه ما سلمتش نفسها فورا. وبتيجي العصابه كمان عشان تطلب من هانسن فلوسها، ومش بيبقوا فاهمين مين اللي واقفين حواليهم، فبتنتهز بيه الفرصه وبتجري على هانسن، لكن في رصاصه بتتضرب عليها وبتحولها لشكل الثعلب الابيض، فبتاخد هانسن على ظهرها وبتهرب على اسطح البيوت عشان تهرب من يون، لكنه بينجح انه يضرب عليها سهم فيه ماده مخدره بتخليها تقع وتتحول للشكل البشري من تاني. وقبل ما يغمى عليها بتقول لهانسن يتصل ببنج صاحبتها بسرعه، وبياخدها هانسن على ظهره وبيهرب بيها في الغابه عشان يون ما يقدرش يوصل لها، وبيفضل ماشي على الطريق اللي المفروض يقابل صاحبتها عليه، وبيلاقيها جايه له في عربيه وبتقدر انها تعالج بيه بسرعه قبل ما تتعب اكتر، وبتقول لهم ان يون مطاردهم وقريب منهم وهتاخدهم معاهم لموقع التصوير اللي هي رايحاه، ومن هناك هتخليهم يهربوا، وبتخليهم يلبسوا لبس التصوير عشان يشتركوا معاه في المشهد، وبعدها يهربوا من الباب الخلفي. وبيكون يون قدر يوصل للموقع برضه، ومش بيرضوا يدخلوه الا بعد ما يلبس الزي التنكري الخاص بالفيلم نفسه، وبيحاول هانسن وبيه انهم يهربوا من الموقع خلال التصوير لحد ما بيلاقوا يون مع ابو هانسن عشان يجبروا على اللي هو عايزه وهو حقن بيه. واما هي بتعرف بتمسك الحقنه وبتحقن نفسها عشان خاطر ابو هانسن، وبتفضل تتعذب في الارض ومش بتقدر انها تتحول لشكل الثعلب لحد ما بيغمى عليها. وبيعدي 3 شهور وبيكون هانسن بيحاول انه يتاقلم على حياته من غير بيه، لكن مش بيقدر وبيفضل مفتقدها جدا، وبيروح على بيته القديم اللي قابل فيه بيه لاول مره وبينام مكانها، فبيلاقي ان هونج نام جنبه هو كمان لانه مفتقد بيه لانها كانت صديقه طفولته ودلوقتي مش قادر يشوفها. واما بيشوف هانسن بيفضل يضرب فيه لانه سبب اللي حصل لها، وانها محبوسه في مركز اعاده تاهيل ومحدش عارف اللي بيحصل لها. وبيقولوا هانسن انه ممكن يعمل اي حاجه في سبيل انه ينقذها من هناك حتى لو هيتنكر او يدفع رشوه لدخول المركز ده. وبيخططوا هما الاثنين لطريقه الدخول، وبيروحوا هما الاثنين لمطعم وبيطلب هونج من الشيف انه يغير شكل هانسن ويخليه نفس شكل يون بالظبط عشان يقدر يدخلوا بسهوله. وساعتها الشيف بيعمل عجينه معينه وبيحط عليها سم وبيرميها على وش هانسن وبيتغير شكله وبيبقى شكل يون بالظبط. وبيروحوا فورا على مركز اعاده التاهيل واللي بيكون عباره عن سجن كبير لكل الياو جانج، وبيقدر انه يامر الحراس انهم يفتحوا له البوابه الرئيسيه للسجن عشان يدخل ياخد بيه ويقدمها للمحاكمه حالا. وبيدخلها بنفسه السجن وبيقلع القناع اللي لابسه عشان بيه تتعرف عليه، وبيلاقي شكلها متغير تماما بسبب السم اللي هما بيدوه وبيخلوها تنسى هويتها وتفضل مسجونه ومتسلسله، وبتفضل تضرب فيه كل ما يقرب منها لانها مش بتكون قادره تتعرف عليه لحد ما بيحضنها وبيرفض انه يسيبها. وساعتها بتقدر انها تفتكره وبيقول لها انه هيحررها. واما بيفكها وبيطلع بيها عشان يخرج من السجن بيقابل يون نفسه في وشه، لكن هانسن بيحاول انه يبقى ثابت ويشكك كل الموجودين ان اللي قدامه ده مزيف، لكن بيه بتخرج عن السيطره من تاني وبتضرب هانسن وبتوقع القناع اللي
على وشه وبتكشفه قدام كل الموجودين. وقبل ما يون يأمر حراسه بقتل هانسن وهونج، بيلاقوا ان في مساجين من السجن قدروا يهربوا من خلال حفر نفق تحت الارض، ومن حظهم انهم طلعوا قدام يون وبيجروا في المكان كله وبينشروا الفوضى لحد ما واحد فيهم بيعمل حاجه غلط بتكون السبب في فتح كل زنزانات السجن وهروب المساجين كلهم، وبينتشروا في المبنى وبيهجموا على يون نفسه لحد ما بيقطعوا له اجنحته تماما. واول ما بيقوم بيروح ناحيه بيه عشان يقتلها، لكن هانسن بيضحي بحياته والطعنه بتيجي فيه هو. وساعتها بيه بتشوف اللي حصل وذاكرتها وتحكمها في نفسها بيرجع تاني، وبتقوم ليون وبترميه بره المبنى تماما، وبيتصلوا بعربيه الاسعاف فورا عشان يلحقوا ينقذوا هانسن. وبعدها بيتم اذاعه الاخبار الخاصه بالياو جانج، وبيقولوا ان يون تم نقله لمستشفى الامراض العقليه، وبيقدر هونج انه يعدل قوانين ياو جانج عشان يسمح لبيه انها تعيش بقى حياتها مع هانسن وهم مبسوطين بحياتهم ومرتاحين سوا.